أداة مجانية 100% من جوجل. بصراحة أنا ما كنتش مصدق النتائج بتاعتها. أنا استخدمتها في ميزة بسيطة جدا، وهي إزالة العلامة المائية من الصور، واستخدمت معاها صور تعبانة وبجودة ضعيفة جدا جدا، والوتر مارك بتاعها داخل مع ألوان الصورة. وزي ما انت ملاحظ كده الصورة بتتكلم. بصراحة أنا مش لاقي وصف أقوله للي أنا شايفه قدام عيني. جوجل بصراحة جابت من الآخر وعلمت على كل أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق، ودلوقتي فعلا نقدر نقول وداعا 100% للفوتوشوب. كل اللي عليك بس انك بتدي لجوجل الامر وهو بيعمل لك اي حاجه انت عايزها في الصوره. عايز تزيل العلامه المائيه، تضيف لوجو، تعدل في الصوره ذات نفسها، تركب اي حاجه، تحط حاجه مش موجوده في الصوره، توسع الصوره، تقص، كل اللي انت عايزه بضغطة زر. في الفيديو ده هنستعمل بدل الصورة 3 بجودات مختلفة ضعيفة جدا، وكمان بعلامات مائية صعب جدا انها تتشال بأي طريقة احنا نعرفها. هنستخدم أداة جوجل للذكاء الاصطناعي من خلال الضغط على الرابط اللي هسيبهولك أسفل التدوينة في الشرح، وكمان تقدر تدخل من بحث جوجل مباشرة. كل اللي عليك بس هتكتب جوجل استوديو وهتدخل على اول نتيجة هتظهر لك جوجل اي اي استوديو. هتفتح معاك واجهة بسيطة وجميلة بالشكل اللي انت شايفه ده. كل اللي عليك بس هنا هتتأكد من الموديل اللي انت بتستخدمه. طبعا هتضغط هنا كده هيكون مختار جيميناي 2 فلاش او جيميناي 1.5، فانت طبعا هتختار النسخة الاحدث جيميناي 2 فلاش ايمج جنريشن. النسخة دي اللي هتساعدك في اي حاجة تخص الصور. وهنبدأ نرفع الصورة اللي احنا عايزينها من خلال الضغط على علامة البلس، وبكل بساطة بس هتطلع لفوق كده وهتضغط ابلود فايل علشان يوجهك للجهاز الخاص بيك. كل اللي عليك بس هتتوجه للمكان اللي انت حافظ فيه الصورة وتبدأ تختارها بالشكل ده. هنختار الصورة الاولى وهنضغط كده اوبن بالشكل ده، وهنكتب له امر بسيط جدا وهو ريموف ووتر مارك، يعني ازالة العلامة المائية، وهنبدأ نضغط على الزر ده رن. وزي ما انت شايف كده حاجة يعني عظمة. كل اللي عليك بس هنا بتظهر لك علامة مائية صغيرة خالص بتاعت جوجل، بس دي مش مشكلة خالص. انت شايف الصورة عاملة ازاي؟ نضغط كده داونلود، هتنزل عندنا في التحميلات وهنفتحها بالشكل ده. وزي ما انت ملاحظ كده الفرق واضح جدا، زال العلامة المائية بالكامل وكأنها مش موجودة، وفي ثواني معدودة. يعني حاجة خرافية بمعنى الكلمة، هتغنيك عن اي حاجة، ودي مجانا بلا حدود. مجانا بلا حدود يا جدعان، لازم تستغلوها. طيب احنا رفعنا الاولى اهوت، وزي ما قدامك كده ظاهر انا مش عامل اي حاجة ولا في اي تقطيع في الفيديو ولا في اي حاجة فيك انا بعملها، علشان ما تقوليش انت بتعمل الحركات دي ومفيش اي حاجة من دي حقيقية. ندخل كده مثلا على الصورة التانية، وزي ما انت شايف كده فيها كلام كده بالرصاصي وبالاسود، وهنا لو لاحظت هتلاقيها متداخلة في الصورة. هنشوف الذكاء الاصطناعي هيعمل فيها ايه. نضغط كده على زر الزائد برضو وهنضغط ابلود فايل وهنختار الصورة بالشكل ده. طبعا هنكتب برضو هنا نفس الكلام كده وهنضغط على رن. لا سحر ولا شعوذة، زي ما انت شايف كده يعني نتيجة بص مبهرة. وانت شوف وقارن بنفسك النتيجة عاملة ازاي. طيب الصورة الاخيرة اللي معانا الصورة جودتها تعبانة خالص، والعلامة المائية اللي فيها بنفس الوان الصورة، اللون الابيض يعني قط ابيض والعلامة المائية بالابيض. فزي ما انت ملاحظ كده الكلام متداخل مع الصورة ومبهدل الصورة حرفيا. هنشوف دلوقتي الذكاء الاصطناعي هيعمل فيها ايه، وبنفس الطريقة هنضغط بس على الزائد، نضغط ابلود ونختار الصورة وهنكتب له نفس البرومبت كده وهنضغط رن. وبعد ما انتهت عملية المعالجة النتيجة خرافية. هنضغط كده داونلود وهنفتح الصورة بالشكل ده، وزي ما انت ملاحظ كده الصورة بتتكلم. بصراحة انا مش لاقي وصف اقوله للي انا شايفه قدام عيني. جوجل بصراحة جابت من الاخر وعلمت على كل ادوات الذكاء الاصطناعي في السوق، ودلوقتي فعلا نقدر نقول وداعا 100% للفوتوشوب. وبس كده ده كان شرحنا البسيط للميزة البسيطة جدا والسهلة جدا جدا اللي بتقدمها لك جوجل،
واللي تقدر تستخدمها بلا حدود ومجانا زي ما اتكلمنا كده في مقدمة الفيديو. ولو حابب تتعلم ازاي تعمل مميزات اكتر واكتر وتعرف بالتفصيل، مثلا زي توسيع الصورة، مثلا زي اضافة حاجة في الصورة، حذف حاجة من الصورة، اي حاجة انت عايز تعملها في الصورة ومش عارف تعملها ازاي او تكتب الامر لجوجل ازاي، كل اللي عليك بس تسيب لنا تعليق وهنساعدك باذن الله. ولو حابب نعمل لك فيديو تفصيلي نشرح لك فيه ونجمع لك فيه شويه مميزات جامده جدا في الاداه دي، اكتب لنا بس تعليق وان شاء الله هنكون سعداء جدا جدا بان احنا نلبي طلب حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.